في كتير أوقات في كتير نساء بتحس إنه مشاعرها متفجرة، بتتفجر فجأة من دون سابق إنذار وما بتقدر تسيطر على حالها. بالنسبة لكتير من الأشخاص اللي بيواجهوا اضطراب ال ADHD بيواجهوا مشكلة بتنظيم مشاعرهم والتحكم فيها، بنسميه emotional dysregulation، وبالتالي الغضب بيظهر أسرع مما بنتوقع، والحزن والإحباط بدون أطول، والتوتر والضغط النفسي بيتراكم بلا توقف. هيدي الانفعالات هي نتيجة تراكم المشاعر وصعوبة في التعبير عنها، وهناك طرق للتحكم فيها لازم نتعلمها، وانت تقدري تتعلمي استراتيجيات عملية لإدارة الإيموشنال ديسريجوليشن. بدك تعرفي كيف؟ الرابط بالبايو. فيك تصيري ADHD كوتش، وفيك تحكي مع كوتش، وفيك تعلقي بكلمة كوتش حتى نحن نبعت لك التفاصيل.